الناس فاكره ان احنا نازلين هنا على الارض عشان اتجوز واحد بحبه ونعيش في سعاده ونخلف ولاد وبنات ونعيش في تبات ونبات والقصص الغريبه دي. حلم كل بنت. بس الكلام ده لما تكوني حضرتك مخلصه كل مشاكلك، لما تكوني مخلصه كل الترومات اللي عندك. احنا بنبقى في طفولتنا عندنا 5 جروح اساسيه، مفيش حد فينا مش ماشي وهو شايل على الاقل جرحين 3. يعني انت عندك جرح اول ما وانت في بطن مامتك اول 3 شهور، مجرد ما يجيلها غثيان وتبدا تحس باريافه وتعبانه وكده، بتوصل المشاعر دي للطفل على انه مرفوض، صدمه رفض. فبيتفتح عنده ملف في عقله اللاواعي ان انا مرفوض، مع ان الصدمه دي مش بتاثر على حياته، هو بس ملف اتفتح. يجي يخرج للدنيا، يطلع مثلا شعره اكرت ومامته كانت عايزاه اصفر، يطلع عينيه سودا وهو كانت عايزاه اخضر، يطلع بنت وهي عايزاها ولد. نبدا نمر بصدمات رفض تانية. فهنا بقى الملف يبدا يتملي، فالطفل ده على ما يكبر يكون هو عنده اعتقاد داخلي ان عنده هو مشاكل شخص كبيرة. مرفوض. تعالي شوفي ده في العلاقات بيبقى عامل ازاي. ده هقولك كده، انا لو شفته هقولك ان ده شخص عنده صدمه رفض. ليه؟ هيدخل في العلاقه مفيش 3 شهور وهيسيبها.